كريم شانتيه او بديل الكريم شانتيه اللي انا عملته. بصوا انا ضربته، بصوا ده شكله عامل ازاي بقى. هتزيني بيه روزتات. بصي هو هيزين معاكي بعد ما تحطيه في التلاجة. بصوا شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ ده بعد ما تحطيه في التلاجة. اظهر لكم القوام. لازم تحطيه في التلاجة شويه وبعد كده تستخدميه، هيديكي نتيجه 100%. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا معاكم من قناه بيتي مملكتي. اللي اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي احنا هنعملها مع بعض الايام الجايه. الايام الجايه انا هصور معاكم بوشي كده عشان خاطر تبقوا شايفيني وانا بشتغل ونكونوا بنتكلم مع بعض واحنا شغالين. خلاص تمام. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بديل الكريم جانتيه. عندي حفله ابن صاحبتي، هو نجح في ثالثه اعدادي. الف مبروك يا حبيبي، ربنا يا رب ينجحك ومن نجاح لنجاح. فانا النهارده هعمل له بديل الكريم جانتيه عشان خاطر نحاول ان احنا نقتصد شويه في سعر التورته. خلاص تمام. طبعا الكريم جانتيه بقى غالي قوي، النهارده هعمل له بديل الكريم جانتيه وهيطلع احلى من الكريم جانتيه. مش هنزل الفيديو غير لما يشوفوا التورته وياكلوها، وهعمل لكم ارائهم في التورته وهنزلها لكم فيديو. خلاص النهارده هنعمل بديل الكريم جانتيه وبكره هعمل لكم تزيين التورته. انا عامله كيكايه عاديه خالص زي اللي عملناها كتير جدا جدا على القناه. اللي ما شافش الفيديوهات بتاعتي هسيب له الفيديوهات بتاعتنا في صندوق الوصف. خلاص تمام. والنهارده مش هعمل الكيكه زي ما قلت لكم، مش هنزل الفيديوهات الا لما اصور ريفيو مع كل اصحابي بعد ما ياكلوا التورته واعرف رايهم فيها ايه، عشان انتوا كمان تعرفوا رايهم بكل صراحه، ومش هقول لهم ان انا مصوره. خلاص تمام. او مش هقول لهم ان انا مصوره بديل الكريم جانتيه. تمام. ايه هي مقادير الكريم جانتيه؟ اول حاجه هعملها كوبايه من السكر، عليها ربع كوبايه من الميه، عليها معلقه صغيره من الفانيليا السايله او باكت فانيليا باودر. خلاص تمام. وهحطهم على النار. وكمان عايزين 4 بياض بيض، كمان 4 بياض بيض. خلاص تمام. في طاسه او في اناء صغير، في كسرونه، في اي حاجه هنزل كوبايه السكر. خلاص تمام. عليها ربع كوبايه الميه. تمام. عليها معلقه صغيره من الفانيليا السايله. ليه فانيليا سايله؟ عشان تضيع شويه طعم زفاره البيض. خلاص هحطهم على النار. تمام. عايزه السكر بتاعي يدوب، يعني هو يا دوبك كده هتاخد غلوه اكون انا رحت جبت البيض، وهوريكم هنعمل ايه في خطوه البيض. دلوقتي بقى حبايبي خلاص انا حطيت السكر بتاعي على نار هاديه، موطيه عليه النار يا دوبك، بس ايه تقلبت تقليبه كده في النص وسبته على النار الهاديه يشتغل مع نفسه. دول 4 بياض بيض. اول حاجه عشان يطلع معاكي كريم جانتيه مظبوط 100%، في شويه حاجات لازم تتعمل. الاناء اللي هتضربي فيه الكريم جانتيه يكون ناشف تماما تماما تماما، ايدك ناشفه. الطبق اللي هتفصلي فيه البيض يبقى ناشف. المضرب بتاعك يبقى ناشف. نقطه ميه واحده بس هتبوظ الكريم جانتيه بتاعك، والبيض بتاعك مش هيعمل فوم. خلاص تمام. الكريم جانتيه هو عباره عن بيض عامل فوم زي ما انا هوريكم دلوقتي، فلازم تكون كل حاجه نظيفه جدا ما فيهاش ولا نقطه ميه. خلاص. دول 4 بياض بيض، فصلت على الصفار عن البياض. تمام اهو في بوله، فصلت الصفار عن البيض. ادي الصفار بتاعي اهو، انا فصلوه حتى في كوبايه. تمام. فصلت الصفار بتاعهم اهو في كوبايه. هتعملي بقى للولاد اومليت، اعملي للولاد في اي حاجه هم بيحبوها. خلاص تمام. هضيف له ايه؟ هضيف له ذره من الملح. شغلت المضرب بتاعي وهبتدي اضرب بالمضرب بتاعي لحد ما، ثواني بس عشان صوت المضرب. هفضل اضرب لحد ما يديني فوم ابيض تقيل. خلاص زي المرنج كده، يعني هنعمل مرنج. تمام. هفضل اضرب فيه اهوت. بصوا انا هفصل بس الصوت بتاع الموبايل عشان خاطر صوت المضرب، وخطوه خطوه وهوريها لكم. بصوا حبايبي البيض بتاعي، البياض بتاعي مش عارفه اظهر لكم في الفيديو ولا لا. شايفين المنظر؟ بصوا مش بينزل. افضل اضرب فيه لحد ما قوامه يبقى شبه قوام الكريم جانتيه. انا بس عايزه الصوره تكون واضحه لكم اهو. بصوا قوامه عامل ازاي اهو. لو قلبت البوله بتاعتي مش هيتقلب، زي ما انتم شايفين البوله بتاعته مش هتتقلب اهو. بصوا انا عملت كام مره مش هتتقلب. معنى ذلك المرنج بتاعك نجح من غير ولا نقطه ميه،
الميه هي اللي بتبوظ المارينج، الميه هي اللي بتبوظ المارينج. انا ضربته ببوله نظيفه بشعره ملح، 4 بياض بيض، فضلت اضرب فيه لحد ما بقى بالمنظر دوت. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي السكر بتاعي داب على النار، هروح اجيبه، هننزل بيه سرسوب والمضرب شغال. سرسوب رفيع جدا جدا والمضرب شغال. ليه بقى وهو سخن؟ عشان اسوي البيض وعشان ما يهبطش. يعني هو البيض ده كده، يعني انا دلوقتي انا هعمل لسه هزين التورته بكره خلاص، فانا مش عايزه الفوم ده يهبط، لان الفوم ده انا لو عبيته في كيس وضغطت عليه هيهبط. لا، أنا لما ازود عليه الشربات بتاعي او الميه بتاعتي اللي انا عملتها او السائل بتاعي اللي انا عملته على النار وزودته عليه وهو سخن، خلاص تمام، هيمسك ومش هيفك او مش هيهبط. خلاص هروح اجيب السائل بتاعي واجيلكم. اهو حبايبي السائل بتاعي بعد ما عملته على النار بيه سرسوب رفيع والمضرب ايه شغال اهو. تمام اهو. هبتدي بقى اضرب فيه، هقفل بس الصوت عشان صوت المضرب، وهنزل بيه سرسوب زي ما وريتكم، وهفضل اضرب فيه وهوريلكم بعد ما اضربه شكله هيكون عامل ازاي. اهو خلاص يا حبايبي الكريم شانتيه او بديل الكريم شانتيه اللي انا عملته، بصوا اهو انا ضربته، بصوا بقى شكله عامل ازاي. بس عشان تكونوا عارفين انا حطيته في التلاجة 10 دقايق، لان انا لقيت ان القوام كان سايل شويه، وانا كنت عايزاه اوريكم بعد ما يتجمد بيكون شكله عامل ازاي. يعني انت لو هتزيني بيه روزتات، بصي هو هيزين معاكي بعد ما تحطيه في التلاجة. بصوا شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ ده بعد ما تحطيه في التلاجة. ظاهر لكم القوام اهو. لازم تحطيه في التلاجة شويه وبعد كده تستخدميه، هيديكي نتيجه 100%. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت افيدكم. طبعا انت لو هتستخدميه حطيه في التلاجة في الفريزر عادي، هتستخدميه عادي خالص بعد ما تحطيه في الفريزر. وممكن كمان اهم حاجه بس عشان نجاح معاكي زي ما قلت لك الخطوات عشان يكون ناجح، لازم تعملي الاناء او البوله اللي هتضربي فيها المارينج يكون نضيف جدا، ما فيهوش اي ميه، شعره الملح، السكر والميه اللي انت هتعمليهم على النار لازم تخليهم تسبكيهم على الاخر، يعني تخليهم شربات تقيل جدا، يكون الميه والسكر دايبين في بعض وشربات تقيل جدا جدا عشان ما يفصلش منك. خلاص تمام. والميه تخليه البرنج او الكريم جانتيه بتاعك يبوظ. لازم تكوني مسبكاهم جدا كويس جدا جدا مع بعض، يبقوا شبه العسل النحل كده، يعني يبقوا قوامهم زي قوام العسل النحل كده تقيل، عشان خاطر ينجح معاكي زي ما انتي شايفه معايا كده. بتنزليه سرسوب، خلاص تمام، بتنزلي سرسوب وانتي المضرب شغال بايد وايدك التانية بتنزل سرسوب عليه عشان تديكي النتيجه اللي انتي شايفاها ديت. خلاص تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت افيدكم. انتظروا الفيديو بتاع تزيين التورته، وانتظروا الريفيو بتاع اراء صحابي بعد ما هياكلوا التورته اللي انا عملتها والبديل الكريم جانتيه اللي انا عملته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.